انا جيت. لو عايز تحمي نفسك من القايمه، حاجه مهمه جدا لازم تعملها. القايمه في مصر بقت من شروط الجواز، يعني لو راجل روح لاهل خطيبتك قول لهم مش هكتب قايمه. امشي غور. طب في الاول يعني ايه قايمه؟ باختصار القايمه هي عقد امانه الزوج بيمضي انه استلم منقولات زوجيه تخص الزوجه من مفروشات واجهزه كهربائيه واساس، وكمان في ناس بتكتب حاجات ما جاتش اصلا وده بيبقى حسب الاتفاق. وبما ان هي عقد امانه يبقى هتنظمها الماده 341 من قانون العقوبات، واللي بتقول لك ان لو الزوج بدد المنقولات او رفض يسلمها يعاقب بالحبس مده ممكن توصل ل3 سنين وغرامه. والقايمه مش مرتبطه بالطلاق، يعني الزوجه من حقها ترفع دعوى تجديد قايمه قبل او بعد الطلاق. يعني باختصار قايمه المنقولات الزوجيه مش مجرد لستة عفش، ده عقد امانه عليك تقدر تستخدمه الزوجه اي وقت حتى وانتوا لسه متجوزين. طب الحل ايه؟ الحل انك تكتب في القايمه ان تسليم المنقولات الزوجيه يكون في اقرب الاجلين، والمقصود بالاجلين هنا هم اجل الطلاق او اجل الوفاه. يا ابن اللعيبه يا فاجر. استناك في الكومنتات اي اسئله، انا تحت امرك. وما تنساش تقول لي جاي في فيديو، اعمل لي لايك وسبسكرايب عشان ده اللي بيخليني انزل معلومات اكتر. ولو عايز بالتفصيل استنى الفيديو الطويل.